ده من أكتر الأفلام الحلوة جدا اللي ممكن تشوفها وبتشدك لآخر لحظة فيها، فما تنساش تعمل لايك وتقول رأيك، وهرد على كل الكومنتات. بيبدأ الفيلم بشاب اسمه مايك واللي كان محترف في سرقة العربيات، ولكنه بيسيب السرقة وبيشتغل في محل لبيع أجهزة الكمبيوتر. وفي يوم بيكون في زبون واقف معاه في المحل وعنده عطل في الجهاز بتاعه، ولكن مايك بيسيبه وبيخرج يشرب سيجارة مع صاحبه. فبيدخل صاحب المحل بيلاقي الزبون متضايق جدا وبيكون عاوز يمشي بسبب إهمال مايك ليه، فبيروح صاحب المحل طرد مايك من الشغل. وبيبان من رد فعل مايك إن هو مش همه الشغل أصلا لأنه طموحه يبقى غني جدا، فبيقرر يرجع تاني لسرقة العربيات الغالية. وبيكون مايك بادئ سرقة العربيات دي من بدري جدا وهو عنده 15 سنة، لدرجة إنه في يوم سرق عربية الشرطة وفضل يلف بالعربية قدام الشرطة، ولما مسكوه سجنوه في سجن الأحداث لحد ما تم 18 سنة. فبيقرر مايك يرجع لسرقة العربيات، فبيروح لواحد اسمه ريك، وده الراجل اللي بيشتري منه العربيات المسروقة، وبعد ما بيشتريها بيهربها بره البلد. بيقابله مايك وبيتفق معاه يسرق له عربيتين كل اسبوع، وفعلا بيقرر مايك يسرق عربيه غاليه جدا من نوع فورد شيلبي، وبياخد معاه شات زميله وبيروح عند بيت صاحب العربيه، وبيقرروا انهم يقتحموا البيت ويسرقوا مفاتيح العربيه من جوه، لان دي تعتبر اسهل طريقه لسرقتها وعلشان يحافظوا على العربيه. وبيقتحم مايك وتشات بيت الراجل صاحب العربيه وبيسرقوا المفاتيح وبيخرجوا بره البيت. وبيركب مايك العربيه بس من غير ما يدورها، وبيزقها تشات شويه لحد ما بيطلعوا على الشارع علشان ما يدورهاش عند البيت لان صوت موتورها قوي هيفضحهم. وبعدها بياخدها مايك وبيروح يركنها جوه جراج عربيات وبيسيبها هناك لمدة اسبوع، علشان لما يرجع بعد اسبوع ويلاقيها فده معناه ان الشرطه معرفتش تلاقي العربيه المسروقه دي وخلاص محدش بيتتبعها. وفعلا بعد اسبوع بيروح مايك الجراج علشان ياخد العربيه، ولكنه بيلاقي الشرطه عامله له كمين وبيقبضوا عليه، فبياخدوه على مركز الشرطه وبيكتشف مايك بان العربيه اللي سرقها دي بتاعت ظابط، والظابط ده هو اللي بيحقق معاه. فبتدخل شرطيه تانية اسمها ريد وبتحضر التحقيق، فبتقول له مايك انه متهم بسرقه عربيه ثمنها 200,000 دولار، ده غير انه اقتحم منزل ظابط وكده ممكن توصل عقوبته للسجن المؤبد. فبيرتبك مايك وبيبقى خايف، وبتخوفه ريد اكتر وبتقول له انه مهما عمل استئناف مش هيخرج من السجن، وانهم كمان هيوصوا عليه جوه السجن وايامه جوه السجن هتبقى جحيم. وبعد كده بتقول له بس في حل، وبتعرض عليه انه يشتغل معاهم علشان يقدروا يوقعوا اكبر تشكيل عصابي لسرقه السيارات، واللي بيقوده واحد اسمه تشارلي. وبتكون خطتهم هي ان مايك يسرق عربيه تشارلي نفسه ويوديها لواحد تبع الشرطه اسمه روي عنده ورشه تصليح عربيات، والمفروض ان روي هيتصل بتشارلي ويقول له ان عربيته عنده علشان يجي تشارلي ياخدها، ويقابل مايك هناك ويعجب بشطارته ويشغله معاه. فمايك بيضطر يوافق علشان مفيش قدامه اي حل تاني، وبيبدا يراقب تشارلي، فبيلاقيه بيركن عربيته وبينزل منها. فبيروح مايك ياخد العربيه وبيسرقها وبيوديها على ورشه العربيات بتاعه روي، وبيقابل هناك روي صاحب الورشه اللي بيراجع مع مايك الكلام اللي هيقولوه لتشارلي علشان كلامهم يبقى موحد مع بعض. وبيتفقوا انهم يوحدوا الكلام انهم يعرفوا بعض من 3 سنين. فبيوصل تشارلي فعلا وبيلاقي عربيته واقفه ورا الورشه، فبيدخل وبيسال مايك ازاي سرقها. فمايك بيقول له ان هو استخدم جهاز بيقدر يتبع الاشاره بتاعه قفل العربيه، وبعد ما مشي بعت الاشاره دي تاني للعربيه فاتفتحت. ولما دخل العربيه قدر يخترق الكود السري للعربيه ودور الموتور بتاعها وكمان عطل خاصيه انذار السرقه. فبيعجب بيه تشارلي جدا وبيعرض عليه يشتغل معاه لان هو شايف ان هو موهوب. وبيبدأ مايك يشتغل مع تشارلي فعلا في سرقة العربيات، وبيعرفوا تشارلي على صاحبته إيفا. فبتقول إيفا لتشارلي يعزم مايك على حفلة عيد ميلاده، وبيوافق تشارلي وبيعزمه. وفعلا بيروح مايك الحفلة اللي عاملينها جوه ديسكو، ومايك بيجيب لتشارلي ساعة هدية لعيد ميلاده، فبيفرح بيها تشارلي جدا وبيبدأ يحب مايك. وبعدها بيومين بيوصل سامي شريك تشارلي في الشغل، واللي بيكون لسه جاي من السفر من غانا، وبيعرفوا تشارلي على مايك، ولكن بيكون باين على سامي بانه مش حابب مايك ولا مطمن له، ولكن بتكون دي طبيعة سامي. فبيروحوا هما الثلاثة للمينا وبيسيبهم مايك علشان يروح الحمام. فبيقول له تشارلي انه واثق في مايك جدا، فسامي بيقول له انه مش لازم يثق فيه قوي كده لانه في الاول وفي الاخر حرامي. وبيبداوا يتكلموا عن الصفقة الجديدة، فسامي بيقول له انهم هيستلموا قائمة كل اسبوع بانواع العربيات المطلوب سرقتها، وبعدها يشتريها منهم واحد اسمه فليكس وهيهربها من المينا بطريقته، وهيبعتها في دول افريقيا للسياسيين والوزراء والناس اللي معاها فلوس كتير. وطبعا العربيات اللي بتتسرق دي بتكون غالية جدا وانواع راقية. فبيفرح تشارلي وبيعمل مايك نفسه انه فرحان معاهم. فبيروحوا بعدها للبار وبيحتفلوا ببداية الشغل الكبير اللي هيعملوه. فبيقول تشارلي لمايك بانه عاوزه يكون دراعه اليمين، خصوصا انهم داخلين على شغل كبير جدا. لكن فجأة بيجي لهم واحد اسمه ديتش وبيبدأ يتخانق مع سامي وتشارلي لان هو اللي كان بيسرق العربيات وبيبيعها لفليكس، ولكنهم راحوا لفوا من وراه وتعاملوا مع فليكس مباشر. فبيكون ديتش متضايق وبيقول لهم ان افريقيا بتاعته وبيمشي ويسيبهم. وبعدها بيلاقي تشارلي واحد بيرقص مع حبيبته ايفا، فبيروح له وبيكسر على دماغه ازازه وبيوقعها على الارض.
وبيفضل يضرب فيه جامد لانه بيحب ايفا بجنون. وبيروح مايك بعد كده للمحققه ريد علشان يديها المعلومات اللي عرفها عن عصابه تشارلي وسامي. وفي الوقت ده بيتصل ديتش على فليكس وبيساله عن شغله مع تشارلي وسامي، فبيقول له فليكس بانه محتاجهم، فبيقول له ديتش انه ممكن يوفر له العربيات اللي هو محتاجها كلها ويسيبه من الشغل مع تشارلي وسامي. فبيوافق وبيقول له انه محتاج 10 عربيات من نوع فيراري خلال شهر، وبيهدده انه لو ما قدرش يوفرهم وعارف ايه اللي هيحصل له. وفي العربيه بنلاقي سامي وتشارلي ومايك، وبيكون تشارلي وسامي مخنوقين ومتضايقين بسبب ان ديتش اخد منهم الصفقه دي. فبيقترح تشارلي على سامي انهم يروحوا يتكلموا مع ديتش، ولكن سامي بيكون عنده راي تاني وهو انهم يتعاملوا معاه بعنف، وبيديله سامي مسدس. فبيضطر مايك ياخده علشان ما يشكش في حاجه، وبيروحوا لديتش للمكان اللي هو فيه وبيكتفوه، وبيبدا سامي يخرم رجليه بالشنيور. وطبعا بيكون مايك واقف مذهول من اللي بيشوفه، وبيفضلوا ورا ديتش لحد ما بيتصل بفليكس وبيبلغه انه مش هيقدر يوفر له ال10 عربيات الفراري لانه بيمر بازمه صحيه، وبيقترح عليه يتعامل مع تشارلي وسامي. فبيرجع فليكس يكلمهم تاني ويشتغل معاهم، وبيقدر تشارلي وعصابته انهم يسرقوا ال10 عربيات اللي هو عاوزهم. وبيروح فليكس البيت تشارلي علشان يحتفلوا كلهم بالانجاز ده. وفي الوقت ده بتبدا ايفا تبين لمايك انها معجبه بيه، ومايك كمان بيكون معجب بيها، وبيبداوا يخرجوا سوا بيسهروا من ورا تشارلي، وبتنشأ بينهم علاقه حب، وبتروح له البيت وبتبات معاه كمان. ولما بينزلوا الصبح يفطروا في مطعم بيلمحهم سامي واللي بيكون قاعد بيفطر بالصدفه في المطعم، ولكنه بيبقى قاعد مع ديتش. ولما بيسالهم سامي بيعملوا ايه هنا، بيرد عليه مايك وبيقول له انهم جم يفطروا. وبتكمل ايفا وبتقول لسامي بانهم كانوا رايحين علشان يجيبوا لوحات للعربيات، فبيبان على سامي انه شاكك ان في علاقه بينهم. وبعدها بقى مايك بيسال سامي وبيقول له انت رجعت تشتغل مع ديتش تاني؟ فسامي بيقول له انهم كانوا بيفطروا بس، فبيسيبوه وبيمشوا. ولكن سامي بيوقف مايك وبيلمح له بانه ما يجيبش سيره لتشارلي انه شافه مع ديتش. وبعدها بيقعد سامي مع ديتش وبيكلموا كلامهم عن الشغل، وبنعرف ان سامي عاوز يرجع يشتغل مع ديتش ولكن بدون علم تشارلي. وفي العربيه بيتصل تشارلي بمايك وبيقول له انه اتاخر ساعتين على تسليم العربيه اللي معاه، وانه بكده هيضطر يدفع فلوس تانية مقابل انهم يخزنوها لمده اسبوع. وبيبدا تشارلي يزعق وبيقول له ان ايفا اخدت اجازه، وسامي مختفي وهو فات ميعاد تسليم عربيته وكانه هو شغال لوحده، وبيطلب منه يودي العربيه للمخزن في اسرع وقت. وفعلا بيودي مايك العربيه تتخزن، وبيلمح هناك سامي داخل الكرفان ومعاه فليكس، وبيطلع سامي اكياس مخدرات وبيوريهم لفليكس. فبيشوفهم مايك من ورا ازاز الكرفان، ولكن سامي بيلمحه، ولما بيخرج يدور عليه بيكون اختفى عن الانظار. وبيروح بعدها مايك للشرطه وبيحكي الرد عن المخدرات اللي شافها. فبيسأله الضابط اللي معاهم عن نوع المخدرات دي، فبيقول له مايك انه ما يعرفش نوعها، وبيقول لهم ان مش ده الاتفاق اللي هم متفقين عليه، وان الموضوع ما كانش فيه مخدرات. فبيقول له الضابط بان هي دي اصلا العمليه اللي عاوزينه علشانها. وبيقول له كمان هو انت فاكر اننا مهتمين بسرقه العربيات اصلا؟ فبيفهم مايك ان الشرطه ضحكت عليه وزرعته وسطهم وخلاص. وبيكمل الضابط كلامه وبيقول لمايك بان سامي وتشارلي بيشتغلوا مع مهرب مخدرات دولي. فمايك بيقول لهم بان تشارلي مش مع سامي في القصه دي، وانه متاكد ان تشارلي ما يعرفش حاجه عن المخدرات. فبتطلب منه ريد انه يكمل مهمته، ولكنه بيكون خايف بعد ما سامي شافه، فبيقول لهم ان هو مش عاوز يكمل. فبتهدده هنا ريد بصوره صورتها له وهو بيبوس ايفا، وبتقول له ان هي هتقول لتشارلي. فبيضطر مايك يوافق. وبالليل بيروح سامي وبيدخل بيت مايك وبيصحيه من النوم وبيساله هو ليه بيراقبه. فمايك بيقول له انه كان رايح يوصل العربيه مش اكتر، وانه شافه بالصدفه وما يعرفش هما كانوا بيعملوا ايه. فبيعمل سامي نفسه مصدقه، وبعدها بيهدده بانه ممكن يبيعه ويقول لتشارلي على علاقته بايفا، خصوصا ان هو لقى نضارتها في بيته. وبعدها بيسيبه سامي وبيمشي. وتاني يوم الصبح بيصحى مايك على صوت تخبيط على باب الشقه، فبيتفاجئ بتشارلي وبيطلب منه يلبس هدومه بسرعه علشان نازلين. فبيروح مايك يغير هدومه وبينزلوا بيروحوا على جراج عربيات. فبيفتح لهم سامي باب الجراج وبيدخلوا بالعربيه، وبيلاقوا ايفا جوه هي كمان، واللي بتسال تشارلي عن اللي بيحصل لانها مش فاهمه حاجه. فبيقول تشارلي لمايك بان سامي قال له على كل حاجه، بس بيكون عايزه هو اللي يعترف بلسانه. وكل ده مايك وايفا بيكونوا فاكرين ان تشارلي بيتكلم عن علاقتهم ببعض، ولكن تشارلي بيطلع كيس كوكايين من تحت عربيه جوه، وبيقول لمايك بانه استغل طيبته وثقته فيه، وبقى بيهرب مخدرات في العربيات هو وسامي. بس سامي نضيف وجاء قال له، وان مايك هو اللي خبى عليه. وطبعا في الوقت ده بيكون سامي بيبتسم لانه كده دبس مايك معاه في موضوع المخدرات. فتشارلي بياخد ايفا علشان يمشوا من هناك، ولكن سامي بينادي عليه وبيقول له ان هو مش هيقدر يمنع تهريب المخدرات دي، لان الناس في افريقيا اللي بيتعاملوا معاهم كلهم هدفهم المخدرات، وان العربيات دي ستر ليهم مش اكتر. وبيروح تشارلي شاتمه هو ومايك، وبياخد ايفا وبيركب عربيته علشان يمشي. فبتروح بعد كده ايفا لبيت مايك وبتساله هو ليه خدعهم بحكايه المخدرات دي، ولكنه بيدافع عن نفسه وبيقول لها انه ما يعرفش حاجه عن الحوار بتاع المخدرات، وان سامي وفليكس هما اللي شغالين في تهريب المخدرات. فبتستغرب وبتقول له امال ما قلتش كده ليه لتشارلي؟ فبيجيب لها النضاره بتاعتها وبيقول لها لان سامي بيهددني بيكي. فبتقلق ايفا لان كده سامي كمان عارف عن علاقتهم ببعض، وبتسال مايك هنعمل ايه.
فبيقول لها ان هو هيفكر في حاجه وبعدين هيقول لها، فبتاخد النضاره بتاعتها وبتمشي. وبعدها بنشوف سامي وتشارلي ومعاهم مايك وبيكونوا في مكان بيعبوا فيه المخدرات، وقدامهم بنات بيحضروا المواد دي علشان يهربوها جوه العربيات. فمايك بيسال سامي ازاي هيخرجوا كل الكميه دي، فبيقول له سامي انهم هيحشوا سقف العربيات والكراسي وكمان الموتور. فبياخد مايك المعلومات دي وبيروح يقولها الرد، واللي بيكون عندها اجتماع مع الضباط علشان توريهم الشخصيات اللي بيطاردوها على البروجيكتور. فبيدخل مايك وبيقعد معاهم، وبتبدا رد توريهم صور العصابه واولهم فليكس، وبتقول لهم بانه لاجئ من نيجيريا وانه مهرب مخدرات وتاجر اسلحه دولي. وبتجيب صوره سامي وبتقول لهم على اسمه، وبتقول لهم ان هو شريك في عصابه كبيره لسرقه السيارات الغاليه وبيهربوها. وبعدها صور لتشارلي، وبتقول لهم ان اي عربيه غاليه بتتسرق يبقى تشارلي هو اللي وراها. وبتقول لهم بانهم بيستعدوا لتهريب شحنه كبيره جدا من المخدرات، وانهم هيستخدموا العربيات دي علشان يخبوا فيها المخدرات دي، وبعدها يشحنوا العربيات في الحاويات علشان تتهرب في السفن. فريد بتسلم الخطه الرئيسي للفرقه الرقيب ديفيد، واللي بيقول لباقي الضباط بانهم بعد اسبوع من دلوقتي هيروحوا ساحه الشحن وهيعملوا مداهمه ليليه ويفتشوا عن المخدرات، وانهم هيهاجموا من خلال 3 فرق، فرقه من الشمال ومن الغرب ومن الشرق، وانهم مش هيهاجموا الا لما ياخدوا الضوء الاخضر من ريد. فواحده من الضباط بتسال الرقيب هم ليه مش هيهاجموا من الجنوب، فبيقول لها الرقيب ان المنطقه دي فيها حاويات عاليه بتوصل ل 40 قدم واكيد صعب حد يهرب منها، فعشان كده استبعدنا الجنوب. وهنا بيكون مايك سامع الكلام المهم ده ومركز فيه جدا. ولما بيخرج مايك من مركز الشرطه بيكون ديتش واقف بعيد وبيصوره، وبيروح مايك يركب عربيته، فبيلاقي ايفا في العربيه وبترفع المسدس عليه، وبتقوله ان هو عاوز يسلمهم للشرطه وانه خلاص اتكشف. فبيحاول يشرح لها ولكنها بتقرر تتصل بتشارلي، فبيطلب منها مايك تستنى ثواني قبل ما تتصل، ولكنها بترفع المسدس تاني وبتقوله ان تشارلي كان عنده حق وان هي مش هتديله فرصه تانيه. فبتتصل ايفا بتشارلي، وقبل ما يرد عليها بيروح يقول لها مايك انه ظابط، فبتقفل ايفا بسرعه. فبيبدا مايك يقول لها انهم اجبروه على كده وانه ما كانش قدامه اي اختيار تاني، وبيوعدها ان هو مش هيخلي اي حد يأذيها هي وتشارلي، وبيطلب منها تديله وقت لان لو السر اتعرف دلوقتي ممكن يموت. فبتوافق ايفا وبتضطر تصدقه. وبيروح مايك لساحه الحاويات بالليل وبيصور حاويه موجوده في جنوب الساحه، وبيروح يوري الصور دي لايفا، وبيقول لها بان ده هو الطريق الامن اللي هنقدر نهرب منه انا وانت وتشارلي، لان الشرطه مش هتكون مغطيه علشان هو طريق مسدود. فبتساله ازاي هنهرب منه وهو مسدود، فبيطلب منها مايك انها تروح ساحه الحاويات وتطلب من واحد شغال هناك اسمه جوردي يشيل كل الحاويات اللي جوه الحاويه وتديله فلوس. فبيكمل مايك وبيقول لها بعد ما يخلص جوردي نقل الحاويات انها تقطع الاقفال اللي على جنبين الحاويه، وقبل كل ده هتروحي محل هدوم معين وتجيبي منه هدوم شبه هدوم جوردي، وبعدها يخبوا جوردي بعد ما يخطروه بالمنوم. فبتساله ايفا اشمعنى، فبيقول لها بان هو طول الوقت مع سامي وتشارلي، وحتى لو راح هناك ممكن الشرطه تشوفه لانهم بيراقبوه، وقتها كل حاجه هتبوظ. وجوه مركز الشرطه بيقولوا الضابط للمحققه ريد انهم قبضوا على واحد من رجاله فليكس اللي هو ديتش، وبيوريها الصور اللي كانت معاه، وبتكون صور مايك وهو خارج من مركز الشرطه. وفي الوقت ده بيجتمع مايك مع تشارلي وسامي، وبيتصل سامي بفليكس وبيقول له انهم جاهزين يروحوا لساحه الحاويات عشان يخلصوا المهمه، ولكن فليكس بيفاجئه بطلب وبيطلب منه يتقابلوا الاول في البار. وفي اللحظه دي بتكون ريد بتتصل بمايك علشان تحذره، ولكنه مش بيرد عليها. وفعلا بيروحوا كلهم البار، وهناك بيقعدوا كلهم مستنيين فليكس ومش عارفين يعملوا ايه لانهم مش فاهمين ايه اللي بيحصل. وبتتصل ريد تاني بمايك، فبيقول لهم بانه رايح الحمام وبيرد عليها، فبتحذره يمشي من مكانه فورا لان فليكس عارف الحقيقه وان هو مخبر للبوليس. فبيتوتر مايك جدا وبيخاف، وبيتصل بجوردي وبيظبط معاه خطه معينه علشان يهرب بيها مع تشارلي وايفا. وبعدها بيروح يقعد على ترابيزته، فبيلاقي فليكس قاعد معاهم. وبعدها بيروح فليكس ضارب سامي طلقه وبيموته وهم قاعدين. وبعدها بيوجه سلاحه لتشارلي وبيقول له ان هو عارف انه شغال مع الشرطه. فتشارلي بيستغرب وبيقول له انت بتقول ايه، فبيتدخل مايك في الكلام علشان يوضح لفليكس الحقيقه، وبيقول له ان تشارلي ملهوش علاقه باللي انت بتقوله. وهنا بتدخل قوات الشرطه وبتقتحم المكان، وبتبدا رجاله فليكس يضربوا عليهم نار، ولكن بتقدر الشرطه تخلص على رجالته كلهم. فبيقوم فليكس واخد ايفا رهينه تحت تهديد السلاح علشان تبقى تذكره الامان لخروجه. فبتطلب منه الشرطه ان هو يرمي سلاحه، ولكنه مش بينفذ كلامهم. فبيروح الضابط ضربه رصاصه في دماغه بيموت. وبعدها بينادوا على مايك علشان يظهر لهم، فبيطلع لهم مايك رافع ايديه، وبيكون تشارلي مصدوم ومخنوق منه، وبتقبض عليهم الشرطه. وجوه مركز الشرطه بتقول ريد المايك وهي متعصبه مش كنت عاوز تهرب تشارلي، ادي هرب. فمايك ما بيعرفش يرد عليها. فبيسالوا الضابط عن مكان تشارلي، وبيقولوا له انهم شافوه عند الحاويات بالليل، وعرفوا ان هو كان بيخطط لتهريب تشارلي وقت الاقتحام.
فبيتعصب مايك وبيقول لهم انه كان هيتقتل بسببهم، ولو كان مات ما كانش حد فيهم هيبقى مسؤول عن موته، وبيقول لهم انه خلاص عمل المطلوب منه. وبنروح لعربيه الشرطه اللي فيها تشارلي وايفا بعد ما الضابط وقفهم في العربيه مده، وبعدها بيدخل الضابط العربيه، فبيتفاجئوا بان هو جوردي اللي بيشتغل في ساحه الحاويات وتابع مايك وجاي علشان يهربهم. فبيضحك تشارلي وايفا وبيعرفوا بان مايك مرضيش يبيعهم، وفي الوقت ده بتطلب ريد من مايك ما يخرجش بره المدينه وبتسيبه يروح. وبعدها بيروح مايك وايفا وتشارلي يهربوا المكان بعيد علشان يبداوا من الأول. وتشارلي بيشوف مايك وهو بيحضن إيفا لكنه مش بيقدر يتكلم، وبيخلص الفيلم على كده. ولو عجبك الفيلم اعمل لنا لايك واكتب لنا رأيك في الكومنتات.